مشروع بصمة هو مشروع فني ثقافي للتأكيد على هويتنا الثقافية في الداخل في 48. بحبش المسميات الأرقام ولكن للضرورة، وللتأكيد على وحدة أبناء الشعب الواحد بين أهلنا في 48 وبين أهلنا في 67. رسالة توحيد. فمشروع بصمة يطمح لتحطيم سلسلة أرقام قياسية في موسوعة جينيس في المجال الفني، للتأكيد على هويتنا الفلسطينية وتأكيد على أنه إحنا أبناء شعب واحد. واليوم إحنا معنا خارطة فلسطين، أكبر خارطة لفلسطين، مش فاتحينها كلياتها ولكن 10 متر ب4 متر تقريبا، اللي بدنا نخلي أهلنا يبصموا عليها أكثر عدد باصمي أيدي. فإحنا عاملين تور رح نلف 45 بلدة من ضمنها طول كرم، إحنا اليوم البلدة الثامنة، واحنا مبسوطين جدا من النشاط الموجود هنا والتفاعل المخيف. الايفنت الاخير النهائي راح يكون لتحطيم سلسله الارقام القياسيه في شهر 9 في جبل القفزه في الناصري. اليوم كانت فعاليات مشروع بصمة والحمد لله كانت كتير منيحه وتمت على 100%. الحمد لله راضي عن هذا الاشي، واجوا كثير ناس ما شاء الله ما توقعناش كل هدول الناس يجوا يبصموا على الخريطه. وحضر الفنان هاني خوري ومدير المشروع ومدير التنفيذي للمشروع عبد والمساعده هبه وارسلان حضر كمان. والناس ما شاء الله هي بتتفاعل وبتيجي بتبصم على الخريطه على مشروع بصمه للتاكيد على الهويه الفلسطينيه بالداخل المحتل. وبحب اشكر كل من ساعد وساهم بانجاح هذا اليوم. شكرا كثير، وبشكر تلفزيون الفجر عشان غطى فعاليات هذا المشروع. شكرا لحضوركم.